السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم راح نعمل معكم وصفة لو بان سويس. هذا الوصفة كانت تحت طلب بعض المشتركات. اليوم راني لبيت لكم الطلب نتاعكم. نجوزو مباشرة للمقادير كما تعودنا وطريقة التحضير. هنشدو هنا بول نحطو فيه كاس تاع 220 مليلتر حليب يكون دافي. ايضا حطينا معاه 70 غرام سكر، وحطينا معاه 16 غرام خميرة الخبز كما لاحظتوا. ايضا حطينا ملعقه صغيره تاع لافاني وملعقه كبيره تاع قشور الليمون، هذوما اللي شفتوني حطيتهم درك. ايضا حطينا هنايا علبه كامله تاع ياغورت طبيعي او ياغورت ناتور. عندنا حبيبه بيض الوزن تاعها 65 غرام، يعني لازم تكون كبيره. من جهه واحده اخرى عندنا 500 غرام فرينه، حطينا لها رشه تاع الملح وزدنا لها ملعقه صغيره اي 5 غرام خميره كيميائيه. نخلطو كامل ليكيد مع بعض، ومن بعد نبداو نشفو فيه بهذيك الفرينه اللي كنا غربلناها عفوا، ودرنا لها رشه تاع ملح وملعقه صغيره تاع لاليفير شيميك. هنا نبدا نطم بالعقل، يعني هاد الكميه مضبوطه. طبعا انا استعملت فرينه اغوديف. الفرينه هذه ما تشربش بزاف، دائما نقولكم ديروا حساب الفرينه، انتم تعرفوا الفرينه اللي تخدموا بها وشنو هي. كما راكم تلاحظوا شتو يعني نخلو العجينه تكون شويه تلاصق. هنا بعد ما كملت وصفيت يدي نغطيها بطرشونه ونخليها حتى وين تستراح وتخمر. هنا كما راكم تلاحظوا راهي خمرت واستراحت. نحطها في الطنجره تاع البيترا كما راكم تلاحظوا، فرخها كامل. ومن بعد هنا في هذه المرحله واش راح نذوب كميه تاع زبده اوبلين. يعني هنا ماذا بكم تستعملوا زبده اوبلين او مارغرين اوبلين، ولا تستعملوا زبده ستار. هاي ليكم المارغرين هنا كنت ذوبتها شويه، خليتها يعني شويه طريه. ومن بعد هنا ناخذ قيمه ملعقه اكل ونبدا ندلك في العجينه بالقطعه بالملعقه هذيك تاع الزبده. كي نشوف العجينه شربت كامل هذيك الزبده نزيد لها ملعقه اخرى. كما راكم تلاحظوا هنا راح نقص الفيتاس ونزيد الملعقه الثانيه ونخليها تندلك مليح. كما قلت لكم استعملوا من احسن زبده ستار او مارغرين اوبلين باش تعطيكوا شباب للبريوش نتاعكم. البان سويس هذا هو عباره عن بريوش فيه خطوات. اول خطوه هذه بريوش، صنعنا بريوش. بعد ما دلكناه نغطوه ونخلوه يخمر. الخطوه الثانيه هذه اللي راح نعملوها مع بعض، نحو كما راكم تلاحظوا الطرشونه. شوفوا هنا كيفاش خمر ما شاء الله. نرشوا طاوله العمل بشويه تاع الفرينه، يعني ما نكثروش. ومن بعد نحيو كامل هذيك العجينه من الطنجره تاع البيتخا كما راكم تلاحظوا، نحوها مره واحده ونحطوها فوق هذيك الفرينه اللي حطيناها. نرش ايضا شويه من الفوق ونبدا نحل فيها على شكل مستطيل. هنا هذه الكميه كامل تاع 500 غرام فرينه، يعني نحلوها كامل مره واحده حتى وين تحصل على مستطيل يكون السمك تاعو بين 2 ملم حتى ل1.5 ملم. هنا بعد ما حليناها هنا واش درت خليط تاع مارغرين لابيل، وزدت لها داك الكميه تاع زبده التوريق، وزدت لها كميه تاع زبده مارغرين اوبلين. علاه زبده التوريق باش تتورق لنا شويه، واللي مارغرين الاخرين باش يعطوها الجو يعني في الوصفه هذه. يعني البريوش هذايا يحب الجو تاع الزبده. بعد ما دهنتها كامل بهذاك الخليط تاع الزبده نرش كامل السطح بالسكر. هنا عندكم الاختيار، تحبوا ترشوا بالسكر ومن بعد بالقرفه، وهذا ما كان. كما انا هنا راح نعمل زوج انواع. النصف السفلي راح ندير فيه شويه تاع زبيب. هنا زبيب كنت غليته في شويه تاع ماء باش نتفخ، يعني ما نديروش هكذاك ديريكت يابس. وندير رشه مليحه كما راكم تشوفوا. طبعا هنا انا راني قسمته بالطول، تحبوا نتوما تقسموه بالعرض، يعني تعكسوا الفرق بين بالطول وبالعرض انه الحبات يجوا كبار ولا يجوا متوسطين. والنصف الثاني كما راكم تلاحظوا درت له رشه مليحه تاع بيبيتو شوكولا.
يعني هنا كل واحد والقو نتاعو. ومن بعد راح نرولي عفوا راح نجوز الحلال على داك الزبيب وعلى ديك الشوكولا باش تلصق في العجينه وما تتنحاليش كي نكون نرولي فيه ولا نقطع فيه. درك نبدا نرولي كما راكم تلاحظوا غير بالعقل. شوفوا هنا ماهيش لاصقه العجينه، تمشي غير بالعقل وماهيش طريه تتلاصق وماهيش يابسه. كما راكم تلاحظوا هنا القوام تاع العجينه راهو ما شاء الله جيد جدا. نقطع النصف الاول وبعد نجبد الغيبون هذاك او الرولو هذاك ونبدا يعني نقطع في الحبات تاع لو بان سويس. هذه الحبه الاولى يعني نحطها بجيه. هنا كي نقطع الحبه نحب نكبرها، نحب نصغرها يعني العرض. شوفوا هنا راح ندير قيس 2 صباطين، تنجموا ديروا حتى 3 صباطين. الحبه يعني تتحكموا في الكبر والصغر تاعها، يعني كي تكونوا تروليو وتحبوا تروليوها كامل مع بعض كما شتوني انا درت نص بالزبيب ونص بالشوكولا، تحبوا تروليوها كامل تجيكم الحبه شويه كبيره، يعني نتوما الاختيار ليكم. بعد ما كملت الحبات تاع الزبيب راح نرولي هنايا النصف الاخر اللي فيه الشوكولا كما راكم تلاحظوا هاي ليكم. وطبعا كي نقطع الحبه نهبطها كما شفتوا، ما نسيي ما نهبطهاش في الوسط. هاي ليكم دوك تشوفوا هنا هم ليكم سنيوه واحده اخرى. السنيوه الاولى كنت دهنتها بالزيت، والسنيوه الثانيه هذه اللي تخافوا تلصق ديروا لا بابي كويسون. بابي كويسون ايضا دهنوه بشويه تاع الزيت. شوفوا كيما هنايا طبعا لصق هذاك الاخير تاع العجين. ومن بعد كي نبدا نهبط نسيي نهبط غير في ليكوتي في الوسط، ما نهبطش باش ما تجينيش، باش يجيني هذاك الوسطاني شكون شويه مغونفلي. نكمل كامل الغيبون هذاك ونديهم فوق الكوشه يخمروا. بعد ما يخمروا نجيب هذاك الخليط تاع الزبده اللي بقى لنا ندهن به كامل سطح الحبات. يعني هنا ما راحش ندهن بالبيض، ندهن بالزبده كامل صاير داير. ومن بعد نرش بكميه تاع سكر، ولا تحبوا ترشوا بكميه تاع لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، ولا ايضا حتى لوز مرحي او كاوكاو مرحي، يعني هنا الاختيار يرجع لكم. وطبعا ندخلوها طيب الكوشه طياب، يعني تحبوا تفونسيوها تحبوا تخليوها كلاغ. انا هنا درت لكم زوج لي موديل كيما قلت لكم دائما نقول لكم كل عائله واش تحب تاكل. هذه ماهيش طيبها بزاف، ماهيش مجمره يعني بزاف، والحبه الثانيه تصيبوها مجمره. شوفوا الله يبارك التوريق تاعها، شوفوا الخفه نتاعها جا يعني بلا ما نزيد عليها جا بريوش وما شاء الله بريوش وعليه الكلام او بان سويس وعليه الكلام. هاي ليكم يعني ما قدرتش نصبر ذقت وعجبني بزاف. نتمنى ان شاء الله انتم ثاني تجربوه يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى باذن الله. مع السلامة.